مرحبا مرة الأخ. اليوم أحاول أفهم بعض الأخوة المبتدئين على طريقة التمرين على حركة الكورد. هو ما يعرفون الكوردات موجودة بالإنترنت، واحد يحاول يطلعها من الإنترنت، وعدد هائل من الكوردات، بس أهم شيء واحد يتعلم على الكوردات الأساسية من الميجر والمينور، الأي بي سي دي إي إف جي، والمينور تبعها اي ام بي ام سي ام. المهم واحد بعد ما يتعلمها، مثلا هذا عندنا الاي ام، او بعضهم يقولون بانه الاي شوي صعب، هاي ثلاث اصابع يجي هذا، او الدي ام، الدي، وعندنا الاي والاي ام. بيحاول واحد ورا ما يتعلمها يتنقل بيناتهم، يمرن أصابعه بحيث يشوفها بأنه ايديه تتحول كقالب. شوي صعب، بس هاي بالنسبة لنا إلكم يجوز سهلة، بس بعدين اللي يجي مثلا الجي شوية صعب، أو يجوز هالحركة صعبة واحد يجي إذا يعرف واحد يلزم البار، هذا اللي يعرفه هذا الجي، ويجي بعدين الاي ام، قالب اسمه. يعني واحد هم يعني يريد يتعلم مثلا على البار، صديق هم يعني يريد يتعلم على الصولة، مو مشكلة. يمشي ويا هاللحن. إن شاء الله استفاديتوا شوية من هالدرس.